السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه احبابي؟ وحشني من اخر فيديو عملناه مع بعض. طبعا زي ما انتم شايفين الفرخة بتتحدث والله عن نفسها. عايزة اقول لكم انا شيلتها بصعوبة من الازازة علشان خاطر احطها كده في قلب الصوص بتاعها وتديني اللون اللامع الحلو الجميل دوت. زي ما انتم شايفين كده حطيت خل اول حاجة في الشفشة، وبعد كده حطيت طماطم، واحدة من الطماطم، واحدة من البصلاية متقطعة، وقرن فلفل، ومعلقة من التوم اللي احنا هرسينه. التوابل بقى اللي موجودة عندك حطيها: ملح، فلفل، كمون، زنجبيل، قرفة. دولت الأساسيات عندك في البيت. طيب لو انت ما عندكيش قرفة وزنجبيل عادي مفيش أي مشكلة، بس هتديكي طعم وتيست تحفة جدا. في الوقت دوت بقى بدأت ان انا ايه اجيب الفرخة بتاعتي واجهزها، ان انا اخرم اللحمة بتاعتي او الفرخة بتاعتي كده كويس ما بين الجلد، علشان خاطر التتبيلة تتوغل كويس في قلب الفرخة يا بنات. لما بتعمليها كده التتبيله بتاعتك بتخش في قلب اللحم نفسه، وبتطعم لك اللحم، بتخليه طعمه تحفه وجميل جدا. هبدا ان انا كده اتبل الفرخه كلها واعملها كده مساج حلو، علشان خاطر التتبيله تخش كويس جدا وتتوغل في قلب الفرخه عامه. نبدأ نسيبها بتاع ساعة ساعتين حسب ما انتي ايه تسيبيها. كل ما هتسيبيها كل ما هتديكي نتيجة تحفة وجميلة. عايزة اقولك لو انتي عايزة تشوي فرخة قبلها بيوم طلعيها واعملي التتبيلة ديت، وبعد كده اتفرجي على الطعم عامة. عايزة اقولكوا التتبيلة دي انا عملتها قبل الاكل بنص ساعة، لاني كنت في اليوم ده محتارة هعمل ايه وما كنتش عارفة جدا خالص انا ناوية اعمل ايه، لولا ان العيال هم اللي اعطوني الفكرة في ان هم نفسهم ياكلوا فراخ مشوية من بره. فقلت لهم لا، فراخ مشوية من بره ده انا هعملها لكم احسن بكتير من اللي بره باذن الله. وبالفعل الحمد لله زي ما انتم شفتوا كده في اول الفيديو الفرخه بتتحدث عن نفسها. رحت جبت بقى الفحميه بتاعتي بعد ما انا ولعت عليها يعني. رحت جبتها بقى وحطيتها زي ما انتم شايفين كده، علشان خاطر الفرخه بتاعتي تاخد من طعم وريحه الفحم وتديني نتيجه مبهره اكتر. الطريقه دي بتبقى تحفه يا بنات وحلوه جدا. لما تفحمي اللحوم بتاعتك قبل التسويه بتديكي نتيجة أفضل بكتير عن ما تحطيها بعد التسوية. هنا جبت بقى الحلة بتاعتي مطرح التتبيلة بتاعتي، زودتها مية، وبعد كده حطيت التوابل برضو اللي موجودة عندي. بس هنا هزود تكة بقى بسيطة، إن أنا هحط لها رشة من النعناع. حطيت اللهم صل على حضرة النبي حبهان بودر وورق لورا، وحطيت رشة من النعناع، وحطيت التوابل برضو اللي أنا حطيتها في تتبيلة الفراخ. وحطيت هنا الطماطمية برضك، وحطيت برضك معلقه من الهريسه الشطه، وقرن فلفل كده ايه حلو. نبدا بقى نجيب ايه عندي ازازه، عندي زجاجه. هبدا ان انا احط فيها ميه، وابدا احطها في قلب الحله، واحط الفرخه بتاعتي ايه عليها. في الوقت ده يا بنات وانا بحضر الفرخه كنت انا مولعه على الفرن، علشان الفرن بتاعي يسخن كده ويحمى ويبقى ايه يبقى جميل، بحيث ان انا لما احط يديني تشك للفرخه بتاعتي عامه. الطريقه دي بتساعد كتير على التسويه يا بنات عامه، عن ما انت لسه هتولعي وتحطي الفرخه وبعد كده تولعي والكلام ده وكده. لا، لما انت تدخلي حاجتك اللي انت بتسويها على درجة حرارة عالية في الفرن بتاعك يكون ساخن مسبقا، بتديكي نتيجة مبهرة عامة في التسوية. هنا عايزة اقولك بقى وانا حاطة الفرخة كده وحطاها في قلب الفرن، طول ما انا ببص على الفرخة هعمل لها مساج بالفرشة السيليكون بتاعتي، علشان خاطر اللحم بتاعي يمتص من كمية اكبر من الصوص. لان كل ما هتخليها بتمتص اكتر كل ما هتديكي طراوة في اللحمة بتاعتك، ما تنشفش معاكي وما تأدتش معاكي وتبقى النتيجة بتاعتها مش تمام. لا، احنا عايزينها زي ما بنشوفها بالذات في المحلات السورية بنات، بنشوفها كده ما شاء الله كلون وكشكل وطراوة، حاجة مبهرة وجميلة جدا. فالطريقة دي بالظبط هتخليكي اكنك بتاكلي فرخة من بره عامة. هنا بقى جبت الرز بتاعي، قلت هعمل رز بسمتي باذن الله، بس هعملها بالطريقه التقليديه العاديه خالص اللي احنا بنعملها فيه الرز الابيض بتاعنا المصري. بدات ان انا احط الماده الدهنيه بتاعتي، وحطيت التوابل بتاعتي، وبدات انزل بالرز بتاعي اللي انا مصفيه كويس واللي انا كنت نقعاه في الميه. تمام، بعد ما صفيته كويس بدات ان انا احطه زي ما انتم شايفين كده، وبدات ان انا ايه اشوحها شويه بالماده الدهنيه والتوابل بتاعتي. هبدا بعد كده اللهم صل على حضره النبي اقلبها تقليبه كويسه، وابدا انزل بالماده السائله بتاعتي. هنا عايزه اقول لك عشان خاطر تسوي الرز بطريقه كويسه وتطلع نتيجتها جميله جدا، على كل كوبايه من الرز كوبايتين من الميه.
تمام. انا هنا طبعا بحط كده بيه الويم علشان خاطر انا الحمد لله يعني ايه عارفه المقدار بتاعي انا محتاجه قد ايه. هنا بقى طبعا الرز بتاعي كان ما شاء الله استوى، وكنت انا في الوقت دوت بس المقطع بتاع الفيديو ده مش عارفه راح فين. كان عندي بودره زعفران، حطيت الكوبايه بتاعتي فيها شويه بودره زعفران وبدات ان انا اسقسق بيها كده. وكان في كوبايه فيها البتاع دوت يا بنات هريسه الشطه بتاعتي، حطيت فيها ميه كده شويه بسيطه انها تديني ايه كلون كده يعني عامه. وبدات زي ما انتم شايفين كده الفرخه بتاعتي ايه بقلبها بقى يمين وشمال لغايه اما تديني اللون بتاعها الجميل التحفه دوت. يعني عايزه اقول لكم مش مجرد ان انا بحطها في الفرن وكده خلاص، لا انا برضو عيني عليها ودايما بقلب ودايما بعمل لها المساج بالصوص بتاعها عامه. في الوقت دوت كنت انا هديت النار بقى يا بنات، بحطها على درجه حراره عاليه في الاول خالص، وبعد كده بهدي النار اول لما بلاقي الشوربه بتاعتي او الصوص بتاعي بيغلي ببدا اهدي عليها النار علشان الفرخه بتاعتي تستوي من جوه وتكون كلها مستويه وحلوه جدا. هنا بقى كنت غرفت ما شاء الله الرز مفلفل وحلو، وهنا بقى بدات ان انا ايه ارفع يا بنات الفرخه بتاعتي. هنا بصوا بقى بوريها لكم ما شاء الله هي سخنه والله يا بنات، وبقطعها وهي سخنه، وكان ما شاء الله المنظر اللي انتم شايفينه ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.